مساء الخير أو صباح الخير ما كنتوا عم بتشوفوا هذا الفيديو. كيفكم يا صبايا؟ إن شاء الله هيك تكونوا بألف خير يا رب. طمنونا عنكم، إن شاء الله هيك أموركم تمام. هلأ أنا غطيت كتير والله بس لسبب، ورح تشوفوا هذا الشي بعنوان الفيديو. هلأ رح تشوفوا هذا الشي بالفيديو نفسه يعني. فلذلك وأهلا وسهلا بكل مشتركة جديدة من طرف أم اللول، مطبخ أم اللول. نورتوا القناة، آسفة هذيك المرة والله عن جد، يعني مو بعرف، بس عن جد نورتوني وكتير هيك تشرفت فيكم. وأهلا وسهلا بكل المشتركين الجدد والقدماء. نورتوا القناة وفيكم نكبر، وبتمنى دعمكم أكتر وأكتر لنقدر إن شاء الله أنه نستمر. طمنونا عنكم، إن شاء الله هيك تكونوا بألف خير يا رب. وهلأ خلينا نكسب الصلاة على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هو الفيديو لا في طبخ ولا في شي، هو عبارة جولة بهذا المول، هيك جولة سريعة. هذا الشهور كتير في تخفيضات، فحبيت هيك نعمل لكم جولة فيه، وحتى جربت بعض القطع الكهربائية. رح أحكي قصة صارت معي بهذا الأسبوع، أنه ما قدرت نزل ولا فيديو، ومنا بتستفيدوا من الشي اللي صار معي. يعني هيك يعني بتصير مثل هيك تنبيه، يعني مشان تكون توعية للكل. يعني أنا أكيد مثلي كتير ما كان ينتبه هاي القصة اللي صارت يعني. وأول شي ما تنسونا من لايكاتكم الحلوة ومن تعليقاتكم الحلوة ورأيكم بالفيديو. هلا هو فيديو عادي، بس إنه منشارك بعض وبنحكي مع بعض عن طريق التعليقات. ونورتوا القناة، واللي عم بشاهد الفيديو ما مشترك بالقناة بتمنى انكم تشتركوا بالقناة. والله يسعد قلبكم يا رب، يجبر بخاطركم جميعا، ويعطي كل مين مراده يا رب بجاه هيك هالأيام الفضلة. هلأ مثل ما قلت لكم رح اترككم مع الفيديو انكم تشوفوا منا، انه بتشوفوا هالتخفيضات النازلة هيك. والله انا لو مالي ناوية اني انتقل من هاي المدينة كنت تسوقت كتير قصص لازمتني، بس ناوية على النقلة. ومثل ما بتعرفوا النقلة هون بألمانيا انه ما فيكن تاخدوا معكم لا عفش ولا شي، كله حرام رح يتكسر وما رح نستفيد شي. يعني انه حرام. انا حكيت لكم بفيديوهات السابقة انه ما رح اخد غير لبسنا، بس مالي اخده ولا اي شي معي، يعني مشان انه يعني رح ننتقل من الشرقية للغربية، فرح يتكسر كله هيك. وبصراحة هيك العفش ما كتير عجبني يعني، لأنه ما كان اختياري بالكامل، لأنه أنا كنت ببلد وهون هنا بختاروا العفش وهيك. المهم القصة إنه أنا مثل أي حدا لما نشتري غرض ما بننتبه على تاريخ انتهاء الصلاحية، ومثل ما شفتوا بأول الفيديو عم بفرجيكم شلون كله منتهي. ويا ريت إنه لو أكل كبار نص مصيبة، يعني أكل صغار، يعني الصغير معرض لأي شيء. يعني لسه ما عنده هاي المناعة القوية، ما عنده القدرة انه يتحمل. هاي مرة كنا نازلين عنا كان موعد، نسيت شو كان الموعد، والله نسيت، عن دائرة حكومية. مهم يعني هو كان الموعد عن دائرة حكومية، بس نسيت إيش اسم الدائرة، لأنه ما كتير لسه عم بحفظ الأسماء هون. المهم أنا بالطولة، فنحن ماشيين دخلت على مول، وعلى فكرة مول ألماني، يعني ما هو والله نقول محلات العرب أو شي أو هيك. فرحت والله أخذنا عصير، أخذنا قهوة باردة، أخذنا هيك. على فكرة ما كان إنه عروضات، لا يعني كان سعرهم الطبيعي. لو إنه عروضات كنا قلنا، بس حتى لو عروضات ما بيصير هذا الشي. فوالله أخذت عصير لميلة، وأخذت قهوة باردة، وأخذت كرواسون. طبعا منترجم مشان ما يكون في أي شيء إنه من الخنزير أو شيء لما واحد ياخد كرواسون، هالموضوع كلياتنا بنعرفه. المهم باخد عصير قلتلكن هيك. فطلعنا، فسبحان الله هيك فتحت العصير شربت منه أنا أول، فما في طعم، يعني أنا ما بعرف طعمته قبل حتى أشوف طعمته مغير، لا
كان عصير انه اخذته يعني. المهم اخذت شربت انا شوي وسقيت ميلا، انتهى المشوار وكل شيء، وشربنا نص العلبة. يعني هي العلبة مي كبيرة تمام، قد علبة الكولا يعني نص لتر هيك شي. فوالله شربت انا وميلا منه. نجي على البيت، ميلا انخبطت حرارة، العفو منكم، البق مي الحليب بقى ميلا كتير 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 أكلها منظنظ ما بتاكل. يعني هلكتني بهذا الموضوع، يمكن ما خليت أكل ما جربتها، ما خليت أكل ما جبتها، عبس. بس سبحان الله يعني هيك شربت، قدر الله يعني. وبتاكل هدول اللي عرضتهم بأول الفيديو. المهم والله جينا الليل الساعة 12، الحرارة تزيد، العفو الاستفراغ بشكل مو طبيعي. أنا حسيت في شيء، يعني أنا الأدوية اللي عندي عطيتها إياها، يعني عندي خافة حرارة عندي هيك، فحاولت قدر الإمكان إني أتدارى الموضوع، بس عبس. ما صدقنا يطلع على الصبح وضع البنت كتير ساء، وحتى أنا يعني كل شوي رايحة جاي العفو منكم عم بستفرغ. المهم رحنا على الدكتور، هون بيقولوا الدكتور الهاوس آتس يعني دكتور العيلة. قلنا له هيك 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 الموضوع. قال لا على المشفى فورا، يعني شاف قدامه ايش عم بصير فينا. قال على الاسعاف مباشر. والله ونحن عندهم اتصل في الاسعاف اخذنا. المهم اخذنا، وعلى فكرة وقلنا لهم هيك هيك الموضوع، وما طلع من امره شيء ابدا. معي العصير ومعي الفاتورة ومعي كل شيء، يعني سبحان الله انا ما بحتفظ في الفواتير، فورا انه بكب يعني. فوالله جينا وقلنا لهم هيك هيك الموضوع، فما طلع من أمر الشيء، بس سجلوا اللهم على الكمبيوتر وفحصوا ميلا فحوصات حرام. كانت فحوصات كتير 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 دقيقة، يعني ما خلوا إيكو بطن، ما خلوا دقات القلب، ما خلوا الفحص الأذان، المعدة، البلغم، مو البلغم، الزلعمي عفوا. المهم ما خلوا شي، ما فحصوا حرام. المهم ولا بكل بساطة انه تسمم، انه انت وميلا متسممين. قلنا لهم هيك الموضوع وهيك، ما طلع من امر الشي، بس شافوا يعني ما بعرف اذا هذا الشي سجلوه او شي، بس ابدا ما طلع من امر الشي. ولهذا سبب غيابي. 3-4 ايام شوي شوي هلا ميلا الحمد لله عم تتحسن، لذلك لا قدرت نزل ولا قدرت شي. ومع انه عندي فيديوهات 3-4 مصورين يعني مسبقا، بس ما قدرت لا منتج ولا اعمل شي، انه بس هيك هلا انه استنيتها هيك تصحصح شوي، الله يحميها ويحمي اولادكم يا رب، بس مشان اسجل هذا الفيديو وقلكم. طبعا هذا الفيديو كمان مصورته مسبق، يعني مصورته يمكن من 15 يوم. ايه فبس بدي بس اسجل فيديو ونزلكم عن هذا الموضوع، مشان تنتبهوا على كل شي بتشتروه، انكم تنتبهوا على تاريخ الانتهاء. لما انا جيت على البيت كل شي شريته من المولات، هذا من مول تاني مع الأسف. جيت بطلع أكل هاي الطفلة، يعني هي حبته نوعا ما، قمت جبت لها منن، ولا بطلع كله منتهي حسب ما فرجيتكم تقريبا الكل. يعني تخيلوا هالإهمال. وحتى بعد ما طلعنا من مشفى من حوالي 2-3 تقريبا، 2 وشوي، 2 مو يعني بين ما خلصنا الخروج وهيك 2.5 نحن ورجعانين. فالملجمنا دخلنا لعندهم قلنا لهم هيك هيك الموضوع، شو انتوا بتبيعوا هيك شي يعني؟ فوالله طبعا طلبنا الشيف، يعني طلبنا رئيس المول. والله أخذ العصير وصار يعتذر بالألمان يعني وهيك، ورقد والله رقد لك يعني. وفرجيناهم شلون المشافي وشلون الأدوية وشلون هيك يعني. اللهم اعتذار، يعني نحن ما عم نستنى شي، بس إنه عيب عليك إنه تتصرف بهذا السيرة يعني حتى قال تمام هلا حتى انه بنشيلهم من الرف، انه انتوا على اي اساس عم بتبيعوا هذا الشيء؟ فمتمنى انه يكون هذا الفيديو توعية للكل، ويكون انه عن جد اطلعوا على كل شيء بتشتروه عن جد. يعني صارت معي، ما بتمنى تصير معي، يعني لو على اكلناها بهال3-4 ايام ما بتمناها لحدا. والله يحمي اولادنا اولادكم اولاد امة محمد اجمعين. وبتمنى أكون استفدتوا من هذا الموضوع، وإن شاء الله هيك يكون عجبكم هذا الفيديو. هلا هو مثل ما خبرتكم هو فيديو سريع وهيك، بس مشان أحكي عن هذا الموضوع مو أكتر. ومثل ما قلت لكم الحمد لله على كل شيء، قدر الله ما شاء فعل.
نصيبنا. هلا بتشوفوا آخر شي الدونر التركية بعض الأوقات بناكلها، طبعا بناكل عند العربي على طول. وإذا وصلتوا لهون ما تنسونا من دعمكم الحلو وتعليقاتكم الحلوة، وإن شاء الله بنقدر نستفيد بعض من تجارب بعض أكيد بإذن الله. وهيك بتمنى لكم إن شاء الله هيك أيام حلوة وسعيدة وتكون فيها كل خير يا رب. وإن شاء الله بنرجعكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.